حضرتك ذكرت الازواج، فاحنا دلوقتي عارفين وكلمت كذا مره مع حد من خبراء التنميه البشريه ان الازواج بعد زمان، يعني فتره شويه كده، بعد 10 سنين بعد 15 سنه يبدا في فتور في العلاقه. دلوقتي بعد سنتين بقى في فتور. يعني عايزه اعرف التغير التكنولوجي فظيع ده ليه؟ هو علميا بعد سنه، حاليا بعد سنه. يعني كمان يعني من اول خطوبه وبعدها بفرنج سنه مثلا، قبلها بسنه وبعدها بسنه، وبعد كده بنبتدي نرجع تاني لنفس المود او الوضع. ممكن طبعا نسبه يا اعلى سنه يا اقل سنه على حسب الشخص اللي معايا. في حاجات كتير ممكن تكون، مثلا ان انا دلوقتي بقدر اقارن بالنسبه لناس كتير القيم. يعني مثلا دلوقتي انت موجوده على الفيس، هقدر اشوف فلان سافر باريس ومش عارف فلانه راحت فين ومين بيصيف فين، وقاعد بقى عمال اقارن، احنا رحنا ما رحناش في حته اساسا وقضينا شهر العسل في البيت وما عملناش حاجه. فانا قاعد عمال اقارن مثلا بيني وبين غيري، او بقت تطلعات الناس مختلفه، شايف ان كله بيسافر بره مثلا. فلو انا اتجوزت وما سافرتش بره ابقى حاسس باحباط، او ان جوزي ما قدرنيش او كده. فجو ده مثلا النقطه دي، ان انت تقدري تشوفي كل حاجه كل غيرك. دلوقتي كان قبل كده اللي بيتجوز بيسافر ومش بيسافر ما حدش بيعرف كتير حاجه، او التواصل نفسه كان محدود. فدلوقتي التواصل بيخلينا نقارن. حاجه كمان، التطلعات نفسها اختلفت. احنا بندور دلوقتي على نظام الوجبات السريعه او السعاده في كل حاجه. جعان اتصل بكذا، اتصل مش عارف زيرو كام عشان لو عايز كذا، اتصل بزيرو كام عشان لو عايز كذا. كل حاجه عايزين نحلها في نفس اللحظه، مفيش التقدير او العطاء. السعي كمان، السعي والصبر، ان انا ادي اكتر من ان انا اكون مهتم بس ان انا اخد. اغلب الناس دلوقتي متمركزه جدا حوالين نفسها. حتى لما بنتكلم في ازاي تكسب الاخرين، الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده، تلاقي الناس دايما بتلوم اللي قدامها. ان مثلا حماتي هي اللي صعبه، جوزي هو اللي كذا. قليل قوي اللي بيبتدي يسالك او يجي يقول لك باستشاره في استشاره او حاجه، يجي يقول لك ان انا اللي عندي مشكله مثلا مش عارف اتواصل، قول لي اعمل ايه. لكن اغلب الناس بتميل لايه؟ ان غيري هو اللي صعب. طبعا. شوفي مثلا كورس او كتاب او حاجه بتتكلم عن التعامل مع الشخصيات الصعبه، وكتاب تاني بيتكلم عن ازاي افهم ذاتي، هتلاقي ناس بتقبل جدا على التعامل مع الشخصيات الصعبه، بعتبر ان غيري هو اللي صعب. ايوه. وان انا اللي سهل وكويس، وانا اللي طيب واللي ملاك وانا اللي مضحوك عليا باستمرار، وازاي اتعامل مع الدنيا الصعبه والناس الوحشه. طب انا في نفس المقابل الدنيا عامله ازاي؟ فالمقارنه، وسائل الاتصال، الحاجات دي كلها بتقلل طبعا من نسب السعاده. التطلعات العاليه بالنسبه للناس فبتحس باحباط. فهمي اساسا الغلط للجواز. يعني الناس بتعملوا الموضوع كروتين، او هم مش فاهمين هم عايزين ده ليه. ماشي، خلصت واشتغلت وكونت نفسك واتجوزت، طب بتعمل ده كله ليه؟ او ايه بصمتك؟ ايه الهدف من ده كله؟ ما بتبقاش الناس عارفه، فبتحس باحباط. انا عملت كل الحاجات اللي المفروض الناس بتقول عليها عشان ابقى مبسوط، كده ما وصلتش لحاجه.